قناة فضاءات الرباط ترحب بكم وترجو لكم الاستمتاع بأسعد اللحظات مع خواطر مدينة الرباط الثقافية والفنية، وتشكركم على اهتمامكم. موعد افتتاح المسرح الكبير وبرج محمد السادس بالرباط. كشف موقع مغرب انتليجنس عن موعد افتتاح المسرح الكبير بالرباط وبرج محمد السادس بالمدينة ذاتها، مشيرا في خبر حصري له إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاح المسرح الكبير بالرباط نهاية شهر أكتوبر المقبل. وقال الموقع إن هاتان المعلمتان الهندسيتان ستغيران بشكل نهائي معالم العاصمة الرباط، والتي عمل الملك محمد السادس منذ اعتلاء العرش على تأهيلها. وكان تقرير رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية قد كشف أن إعطاء الانطلاقة لمشروع المسرح الكبير للرباط والبدء في استغلاله رهين بتوقيع اتفاقيات مع الدولة، خصوصا فيما يتعلق بكيفية تلبية احتياجات تمويل عجز الاستغلال للمسرح. وأوضح تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2022 أن المسرح الكبير للرباط يشكل واحدا من أهم المشاريع بضفتي أبي رقراق، وقد بلغت أشغال إنجازه مراحل متقدمة مع استكمال الأشغال الكبرى التقدم في إنجاز باقي الأشغال. التقرير في شقه المتعلق بوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق أشار إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع المسرح الكبير للرباط قد بلغت ما مجموعه 1.743 مليون درهم دون احتساب الرسوم. ويمتد المسرح الكبير للرباط على مساحة 7 هكتار، وتم تشييده في قلب ضفة نهر أبي رقراق بمحاذاة معلمتي صومعة حسان وضريح محمد الخامس، ويشتمل على مسرح يتسع لما يزيد 7000 مقعد، وقاعة للعروض تتسع لما يزيد 1900 مقعدا. ويعتبر هذا المسرح كجزء من البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط 2014 إلى 2018. الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية، والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في 12 مايو 2014. أما برج محمد السادس الذي كلف 350 مليون دولار، فإنه يتألف من 55 طابقا، ويصل ارتفاعه الإجمالي إلى حوالي 250 مترا، ويشكل عنصرا تنمويا رئيسيا على نهر أبي رقراق، ويعتبر أعلى مبنى في القارة الأفريقية. قناة فضاءات الرباط تشكركم على متابعة الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية، وتتمنى لكم أطيب الأوقات.